السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله هنكمل في سلسلة التجويد المبسط للعوام. المرة اللي فاتت أخدنا أحكام النون الساكنة والتنوين، تمام، وأخدنا فيهم علاقات الحروف ببعضها، إن أماكن خروج الحرف أو مخارج الحروف لو قريبة من بعضها بيكون في علاقة، يا إما الحرف الأولاني هيختفي، صوته هيختفي خالص، أو صوته هيدخل في الحرف اللي بعده، أو صوته هيكون ظاهر أو هيتقلب، تمام، يبقى حرف تاني خالص. طيب النهاردة إن شاء الله هناخد الميم الساكنة. يعني إيه أصلا كلمة الميم الساكنة؟ الميم الساكنة هي الميم التي ليس عليها حركة، يعني لا هي مفتوحة ما، ولا مكسورة مي، ولا مضمومة مو، هي ميم خالية من الحركة. رائع. طيب إيه هي أحكام الميم الساكنة؟ إحنا عندنا 3 أحكام للميم الساكنة. أول حكم فيها هو حكم الإخفاء، ونسميه الإخفاء الشفوي لأن الميم مخرجها الشفتين، تمام كده؟ طيب وعندنا الإدغام وعندنا الإظهار. رائع كده؟ طيب أصلا الميم الساكنة أحكامها بسيطة قوي لأن مفيش فيها حروف كتير. عندنا الإخفاء لما بيجي بعد الميم الساكنة باء بيكون حكمها الإخفاء، زي مثلا إيه؟ المثال بتاع ربهم بهم، ربهم بهم، ما بقولش ربهم بهم، لا ما بقولهاش كده، بقولها ربهم بهم، في غنة للميم ولازم تاخد زمنها. الزمن ده بنتعلمه بالمشافهة، يعني تقولي على المعلمة بتاعتك او يعني المعلمة تسمع الصوت بتاعك وتقولك هو صح او خطأ او ما الى ذلك، يبقى ايه؟ ربهم بهم، ما نستعجلش على نطقها، تمام. طيب تاني حكم معانا هو الادغام. طبعا برضو هنسميه الادغام الشفوي، او هنا ممكن نسميه المتماثلين. ليه؟ لان هنعرف دلوقتي انه هي لما يجي بعد الميم الساكنه ميم تانية يبقى هنا هما الاتنين زي بعض، ميم وميم متماثلين يعني زي بعض، تمام. طيب هنا الحكم هيكون ايه؟ هيكون ادغام. زي ايه؟ عايزين مثال. كنتم مؤمنين، كنتم مؤمنين. رائع. طيب أما الإظهار بقى هو باقي الحروف، مفيش أسهل من كده. يبقى أنا بمجرد ما عرفت أحقق الإخفاء ربهم بهم وأحقق الإدغام كنتم مؤمنين، خلاص كده باقي الحروف اللي تيجي بعد الميم هتكون ايه؟ مظهرة. طيب ايه الحاجة اللي عايزين نركز فيها في الإظهار؟ ان انا عندي حرف، ده تحذير، لما يجي حرف الفاء وحرف الواو بعد الميم الساكنة كتير بيغلطوا فيها وبيعطولها حكم الإخفاء. زي مثلا ايه؟ هم فيها، هم فيها، يقولوها ازاي؟ هم فيها، لا هي بتتنطق كده عادي مظهرة، هم فيها. طيب مثال لما يجي بعدها حسابهم وهم، اهي حسابهم وهم، ما اقولش حسابهم وهم، لا، يبقى هنا هتبقى برضو مظهرة حسابهم وهم. رائع كده. طيب عندنا مثال للإظهار برضو، مثلا الحمد، عندي هنا ميم ساكنة، ميم ساكنة، أتى بعدها أي حرف غير الباء والميم فهنا الحكم الإظهار، الميم هتكون مظهرة. طيب الحمد لله الفيديو النهارده كان بسيط وسهل جدا، والدرس أسهل ما يكون بتاع الميم الساكنة. أشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.